ثم أغلقت المعتقلات نهائيا. ولكن أريد هنا أن أضع تحفظ: هل اعتقل أحد بعد ولايتي في 16 أكتوبر 70؟ لا، لم يعتقل إنسان بعد ولايتي يوم 16 أكتوبر سنة 70، لأنني بكل بساطة طلبت إلى وزير الداخلية في ذلك الوقت أن لا يصدر أمر اعتقال إلا بتوقيعي بوصفي الحاكم العسكري العام. وكان من قبل وزير الداخلية يقوم بهذا الأمر ثم يعرضه. من يوم ولايتي طلبت أن لا يعتقل إنسان إلا بتوقيع، فلم يعتقل إنسان. وإنما ستجدون في التاريخ أمر اعتقال واحد وقعته، هو لأخي شقيقي لعدوان أبنائه على جيران، وبعت الجيران اشتكوا لي لأنه جيراننا كانوا طول عمرنا من 25 سنة قبلها. لم يعتقل إنسان منذ ولايتي إلى أن أغلقت المعتقلات في مايو 71. هذه حقيقة إلا شقيقي. أغلقت المعتقلات، بدأنا في وضع مسودة الدستور، وده في بناء الديمقراطية سنة 72. و73 في أول عاد القضاة بكاملهم، ولما كان أحدهم قد بلغ سن المعاش فقد أمر أن يعود برغم سن المعاش، أن يعود للشكل، للقيمة، للمغزى، للمعنى. وعاد القضاة برغم أنه أحيل إلى المعاد، سنه لا يكفي، عاد للمعنى كما قلت. ومنذ ذلك التاريخ لا يستطيع مكابر أن يجادل في أن القضاء قد اتخذ مكانه بيننا كما كان باستمرار في أعلى عليين. لا يستطيع مكابر أن يجادل في هذا. مصر أبدا لم يعتقل إنسان، لا قبل ولا أثناء ولا بعد، برغم رذالات البعض الذين تعرفونه. برغم هذا لم يعتقل إنسان منه. البعض اللي ملا الدنيا انه الانهزامية ولا الامبريالية ومصر لن تدخل المعركة، وبدأوا يشككوا الشعب في المعركة وفي قيام المعركة، اما بالتخويف عبر المقالات او بالدعايات او باستعارة
إثارة روح الهزيمة من صحافة لبنان ومحاولة زرعها هنا في صحافتنا على شعبنا. لم يعتقل أحد، وأنا قلت يوم والله لو أني في مستهل سنة 73 لميت هؤلاء الأرذال وهم يعرفوا نفسهم، لو اني لمتهم في معتقل وصارحت الشعب كعادتي، انا لا اعمل شيء في الخفاء، احنا 10 سنين بنعمل في النور والعالم كله يرانا، والهدف هو ان شعبنا لازم يكون على بينة اول باول من كل شيء. والله لو اني جمعتهم واعتقلتهم وقلت للشعب اهم انا اعتقلت دول لانهم ارذال على ما نخلص معركتنا، كان وافقني الشعب، بس انا ما عملتهاش. لا. في سنة 72 سمعتوني لما بقول كان هيشهر افلاسنا، بنك الاستيراد والتصدير الامريكي لما ما سددناش الاقساط كان هيعلن افلاسنا، وتقدم فعلا للبنك الدولي بهذا الطلب، وارسل لي مكنمارة وهو صديق عزيز وهو رئيس البنك الدولي الى اليوم، انما هيسيبه السنة دي. ارسل لي مبعوث سرا وقال لي ابحث لي عن $1,000,000 باي شكل وابعتها لي، لانه بنك الاستيراد والتصدير طالب اعلان افلاس مصر لعدم قيامها بسداد ما عليها من اقساط، وانا اريد اني اسكت هذا البنك وهذه الدعوة، ابعث لي $1,000,000. لعلمكم والله قعدنا اسبوع بكامله نبحث عن $1,000,000 في مصر، اسبوع بكامل، ده سنة 72. طيب